من أكتر الوصفات يلي بترتبط بشهر رمضان الكريم السمبوسك. تعالوا اليوم نحضرها مع بعض بالطريقة الأصلية بالوصفة الأصلية على طريقة أمهاتنا وجداتنا، وبحشوتين، حشوة اللحمة وحشوة الجبنة. تابعوا الوصفة من مطبخنا الشامي، اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس ليوصلكن إشعار بوصفاتي الجديدة. مقادير وصفتي رح أحكي عنها بالفيديو، منسمي بالله ويلا نبدأ مع بعض بتحضير هالوصفة. بالبداية 4 أكواب من الطحين. أنا استخدمت دقيق أبيض متعدد الاستعمالات، ضفت اللون رش صغيرة من الملح وبتلت كوب من الزيت النباتي بس زيتون. هلأ بديت نزل المية شوي شوي. المية اللي أنا عم بستخدمها مي دافية. رح أعجن الطحين لأحصل بالنتيجة على عجينة طرية ناعمة قوامها أملاس. ضروري ننزل المي على مراحل شوي شوي. 4 أكواب الطحين أخدوا معاي حوالي كوب ونص من المي. ممكن معاكم ياخدوا كمية مي أكتر أو أقل حسب نوعية الطحين يلي انتو عم تستخدموه، حسب امتصاصه للسوائل. شايفين قوام عجينتي؟ عجينة متماسكة. حطيتها بصحن بلور، دهنته بنسبة بسيطة من الزيت النباتي، غطيتها بنايلون غذائي. رح ريح العجينة لمدة نص ساعة. بهالأثناء رح نجهز مع بعض للحشوات. طبعا نفس العجينة فينا نعجنها بالعجانة، لكن ما بيمنع انه فينا نعجنها يدويا وبمنتهى البساطة والسهولة. رفعت طواي على النار، نزلت فيها معلقة كبيرة من الزيت، ممكن نستخدم الزبدة أو السمنة. عندي حبتين من البصل المفروم نزلتهم. ضفت لهم 400 غرام من لحم الكباب الناعمة. رح قلبهم لحتى يتجانسوا تماما، ورح تبلهم بمعلقة كبيرة من الملح، معلقة من الفلفل، نص معلقة من توابل السبع بهارات. رح قلبهم لحتى التوابل مع الملح يتوزعوا بكل كمية الحشوة. رح اتركهم على نار هادية لحتى اللحمة مع البصل يستووا تماما. الحشوة صارت جاهزة عندي. هلأ رح طفي الغاز، اتركها على طرف لانتقل معكم لتحضير الحشوة بالجبنة. رفعت طنجرة على النار، نزلت فيها معلقة كبيرة من الزبدة، معلقتين كبار من الطحين. قلبتن لحتى الطحين صار عبارة عن عجينة. رح ضيف له 1 كوب من الحليب، رح نزله على دفعتين. بالبداية نزلت نص كوب، قلبتن، وهلأ رح ارجع اضيف نص كوب تاني. بهالطريقة بضمن انه العجينة يلي هي الزبدة مع الطحين شربت كل كمية الحليب بدون ما تكبتل معي. هلأ رح ضيف كوب من الجبنة البيضة المبشورة. هلأ رح قلبها لحتى الجبنة تتجانس مع الطحين والزبدة. عندي هون 250 غرام من جبنة الموتزاريلا، أنا مقطعتها، نزلتها كمان على دفعتين. لاحظوا جبنة الموتزاريلا دغري بتبدأ بتدوب معنا، وهي الدفعة الثانية. هلأ رح قلبهم لحتى المزيج يتجانس تماما ويصير قوامه مطاطي. ضفت لهم معلقة كبيرة من حبة البركة. لاحظوا قوام الحشوة أكتر من رائع. هلأ رح طفي الغاز، وهيك الحشوة صارت جاهزة عندي لأنه استخدمها. هلأ العجينة ارتاحت، رح أقطعها ل4 أقسام. رح كورن. رشة طحين على سطح العمل. أخذت أول كرة من كرات العجين ورح أفردها بالشوبك. لتشكيل السمبوسك طبعا فينا نشكله بالقالب، فينا نشكلهم يدويا.
ضروري عجينة السمبوسك تكون رقيقة لتعطينا قرص سمبوسك مقرمش. هلأ رح استخدم القالب، وبواسطة القالب قطعتن لدوائر. العجينة أو بقايا العجين كورتن، تركتن على طرف. قلبت قطع العجين، ومثل ما واضح بالفيديو بديت احشيهم. نزلت كمية من الحشوة، ضغطت، وأي زوائد بتخلص منها. طبعا هي أسهل طريقة، وفينا نشكلهم يدويا. نزلت كمية من الحشوة، سكرت أطراف العجينة، وهلأ عبلف أطراف القرص مثل ما واضح بالفيديو. رح أرجع كرر العملية بدون كفوف، عن جد أسرع وأحلى. بالنسبة للسمبوسك بالجبنة بنفس الطريقة كمان. قصيت قطع العجين، فينا نشكلهم بالقالب. أنا بحب استخدم القالب الصغير لسمبوسك الجبنة. وزعت الحشوة على قطع العجين، ومثل ما واضح بالفيديو بديت بقالب السمبوسك الصغير شكلهم، وممكن بنفس الطريقة كمان يدويا. سكرت الأطراف بشكل جيد، ويدويا بلفهم على الأطراف لأعطيهم هالشكل الجميل هاد. وممكن نسكرهم بواسطة شوكة. بعد ما نسكر قرص السمبوسك نضغط بالشوكة على الأطراف. شكلهم أكتر من رائع. ممكن نفرزهم إذا عملنا كمية كبيرة. بهالمرحلة ندخلهم على الفريزر، نفرزهم ضمن أكياس نايلون حسب حاجتنا. رفعت زيت على النار. الزيت ما لازم يكون حامي كتير. وهلأ عم بقليهم. هدول طبعا سمبوسك اللحمة. بنفس الطريقة رح اقلي سمبوسك الجبنة. نزلت كمية، قلبتن على الجهة الثانية، وهلأ رح ارفعهم من الزيت. بنفس الطريقة رح كفي الكمية كلها. يا ريت تكتبولي بالتعليقات أي نوعية حبيتوا أكتر، سمبوسك الجبنة ولا سمبوسك اللحمة. لاحظوا العجينة قديه مقرمشة، والجبنة بقلبها عم بتشط وبتمط. هاي قرص تاني، شايفين العجينة كتير مقرمشة وطعمها ولا أطيب من هيك. وهدول حشيتهم باللحمة كمان كتير مقرمشين. وصفة ملوكية من أروع وأطيب ما يكون. بتمنى تكون نالت إعجابكم. بتمنى تجربوا هالوصفة على طريقتي وتكتبوا لي آراءكم بالتعليقات. إذا عم تدخلوا قناتي لأول مرة بقلكن نورتوني، ولا تنسوني شير ولايك على الفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس ليوصلكن إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها.